يعني لو خدناها على 90 دقيقة فالراجل ده السنة دي في الليجا معدل شوطه على المرمى خلال 90 دقيقة نص شوطة. رقم كارثة يا جماعة. كابتن حسام لازم ياخد باله من النقطة دي، واحنا كمان عشان ما نتعشمش قوي. اما بقى من ناحية المراوغات فالراجل اكمل 51 دريبل صح من اصل 95 مراوغة كان عايز يعملها بنسبة نجاح كام بقى؟ 54%. وهي دي ميزته، الراجل بيديك 3 أو 4 مراوغات صحيحة في الماتش، وده في بعض الأحيان أنت هتحتاج وينج يبقى عنده سنة المهارة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، والنهاردة هعرفك على لاعب هيثم حسن. الراجل اخيرا بعد محاولات عديدة وافق يمثل منتخب مصر على حساب منتخب تونس ومنتخب فرنسا. في الحلقة دي بقى انا هعرفك على كل ارقامه منذ لما كان في الناشئين في فرنسا لحد مباراة مصر والسعودية امبارح. وزي ما انت متعود من اخوك ابو حميد دايما، الارقام والاحصائيات ما بتكدبش. لو عايز لقطات وفيديوهات وتقطيع فيديوهات للاعب والحاجات الحلوة اللي بتاكل مع الناس دي هتلاقيها موجودة في قنوات تانية. ارقام والاحصائيات مش هتكدب، انما اللقطات بتكدب. بدليل كاموتش مهاجم الاهلي اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا الراجل ده مقلب، وسيبك من الفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها، وان ارقامه في الشلاحات حرفيا. وقد كان الراجل ما شاركش مع الاهلي حتى في 90 دقيقه على بعض. فاشتري بقى من اخوك ابو حميد عشان احنا بجد ما بنهرجش. تستنى في ايه بقى في الحلقه دي؟ تستنى ان احنا نتكلم عن ارقامه واحصائياته مع كل الانديه اللي كان معاها، نقاط القوه والضعف، وزي كابتن حسام حسن يقدر يستغل كل نقاط القوه اللي عنده ويحاول على قد ما يقدر يتلاشى كل نقاط الضعف اللي عنده او حتى يطورها. زي ما شفت امبارح في ماتش مصر والسعوديه، الراجل حريف جدا، 1 على 1 ممكن يهلفت اي باك قدامه. بس طبعا زي ما حضرتك برضو شفت في الماتش، من ضمن عيوبه ان الراجل مش ايجابي خالص على الجون، عكس محمد صلاح اللي بيلعب في نفس المركز. تعالى بقى نخش في الارقام والاحصائيات بتاعت كل الفرق اللي لعب فيها عشان نبروز ده ونحط النقط فوق الحروف. بس ما تنساش طبعا واحنا بنبدا اللايك والسبسكرايب تساعد اخوك الشانل تكبر، والكومنتات مهمه جدا عشان احنا لازم نتناقش عن اللاعب ده. يلا في السريع بقى نقول نبذة عنه. الراجل ده مواليد 2002، 175 سم طوله، بيلعب برجليه الشمال. الباشا مواليد فرنسا، الاب مصري والام تونسيه، عشان كده كان ليه الحق انه يمثل منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب فرنسا اللي مثلها اوريدي في مرحله عمريه صغيره. وبعد محاولات عديده من اتحاد الكوره ومن الناس انها تقنعه، قرر تمثيل منتخب مصر. بيلعب حاليا في الليجا مع نادي ريال اوفيدو الاسباني، قيمته التسويقيه الحاليه 4 مليون يورو. الراجل بيجيد يلعب جناح ايمن زي محمد صلاح، ولكن ممكن يلعب جناح ايسر وتحت المهاجم كمان. الراجل على مدار ال7 سنين من ساعة ما بدأ يمارس كرة القدم بشكل احترافي لعب في أندية كتير جدا. الراجل كانت بدايته في الناشئين نادي شطور الفرنسي، وتدرج هناك لحد ما وصل لفريق الرديف، وعلى مدار سنتين شارك معاهم في 18 ماتش. بداية لعب 1539 دقيقة وصنع 4 أهداف بس هما شافوا فيه الموهبة في 1 على 1 والترقيص، فقرروا تصعيده للفريق الأول. وقتها نادي الشطور الفرنسي كان بيلعب في الدرجة الثانية في فرنسا، والراجل ده اتصعد معاهم علشان يلعب 18 ماتش. بس المرة دي بدقايق لعب قليلة جدا، 620 دقيقة بس، وصنع هدفين بس. خلي بالك وقتها كان لسه ما تمش حتى ال 18 سنة، فالأرقام لحد دلوقتي مقنعة. وبسبب مستواه طبعا مع الشطور الفرنسي، قرر نادي فيلا ريال الأسباني وتحديدا في أكتوبر 2020 إنه يتعاقد معاه ب 2 مليون يورو. والحقيقة إن ده رقم معقول جدا لواحد لسه بيتم 18 سنة عشان يلعب مع نادي فيلا ريال، ولكن في فريق الرديف 24 مباراة في أول موسم ليه. بدقايق لعب 1149 دقيقة، يعني حوالي 13 ماتش كاملين 90 دقيقة. حرز هدفين وعمل اسيست 1. ولانه كان باين عليه انه محتاج لسه يتأقلم على الاجواء في اسبانيا ومحتاج خبرات، قرر فيلا ريال الاسباني وتحديدا في اغسطس 2021 انه يعيره، وتحديدا الى نادي ديبورتيفو ميرانديز اللي كان وقتها بيلعب درجة تانية في اسبانيا، ولكن هيشارك مع الفريق الاول مش هيلعب مع الرديف تاني، علشان على مدار الموسم يشارك معاهم في 38 ماتش بين دوري وكاس بمعدل دقايق هي الأعلى ليه في مسيرته لحد اللحظة دي ب 1665 دقيقة، يعني حوالي 18 ماتش. وسجل 3 أهداف خلال الفترة دي وصنع 6 جوان. وبسبب دقايق اللعب الأكثر اللي حصل عليها خلال الموسم ده، الراجل حقق كام رقم إيجابي وكام رقم سلبي محتاج أقولهم لك عشان بناء عليهم هنحللهم ونقول لك ميزات وعيوب.
الرقم الايجابي الاولاني ان هو اصبح الثالث على مدار الموسم كله، على مدار لعيبه الدرجه الثانيه كلها، من حيث معدل الاسيستات على مدار ال 90 دقيقه. الرقم الثاني المميز انه اكمل 62 دريبل ناجح على مدار الموسم بنسبه 62%. يعني هو مهاريا من زمان اصلا عنده الحته دي. وكمان في الواحد على واحد الراجل كان عامل 148 مراوغه بنسبة نجاح 57%. تالت نقطة بقى إيجابية وسلبية، فركز معايا. الإيجابي والسلبي يعني الخبر الحلو والخبر الوحش. فالخبر الحلو إن الراجل على مدار الموسم أكمل 81 عرضية بمعدل عرضية كل 20 دقيقة. بالمناسبة ده رقم كويس. ناخد بقى السلبي. من ال 81 عرضية اللي احنا قلنا عليهم الراجل أكمل 14 منهم صح. 14 من 81 رقم صعب يعني بنسبة 17%. ده الإيجابي وده السلبي. نخش على النقطة اللي وراها. النقطة اللي وراها بقى هو أكبر عيب عنده، ولازم كابتن حسام حسن يبقى حاطط ده في الاعتبار. التصويبات. الراجل على مدار الموسم كان شايط 38 شوطة، منهم 16 بس هم اللي على المرمى، بمعدل تصويبة واحدة بس صح على مدار ال 90 دقيقة. رقم مش طبيعي. بس خلينا مع بعض عشان نشوف الرقم ده تطور على مدار السنين اللي جاية ولا الحال بقى على ما هو عليه. نخلص بقى من الموسم ده عشان الراجل يرجع تاني لنادي فيلاريال الاسباني، بس المرة دي يرجع على الرديف مش الفريق الاول، فيشارك معاهم في 27 ماتش على مدار الموسم بدقايق لعب 1207 دقيقة. يعني 13 ماتش كاملين. للأسف ما سجلش ولا هدف وصنع هدف يتيم. ارقامه في الايجابيات على الجون صعبة قوي يا جماعة. بس تعالى نتكلم بقى في الاحصائيات والارقام الموسم ده كانت عاملة ازاي. نبدأ بالتصويبات علشان عقدة الباشا ده. الراجل على مدار الموسم كان شايط 31 تسديدة بس، منهم 12 على الجون بمعدل شوطة صحيحة كل 90 دقيقة. ما تعتمدش عليه في الاهداف. بص، مقارنة بالسنة اللي فاتت هو احسن، بس لسه كرقم صعب قوي. ومن ناحية الجماعية بقى في الأداء، فالراجل كان عامل 18 كي باس صح، منهم 2 حققوا فرص محققة. كمان الراجل وقتها كان عامل 17 تمريرة طويلة بنسبة نجاح 57%. طب الرقم ده مفيد في ايه؟ الرقم ده مفيد ان انت في وقت ضغط ممكن الوينج بتاعك يرمي باص عالي للمهاجم وتشد الفرقة لقدام، وفي بعض الأحيان منتخبنا أصلا بيلعب على الطريقة دي. ركز بقى في الرقم ده عشان ده من الأرقام اللي اتطورت لهيثم على مدار السنين اللي جاية. رقم تاني سلبي محتاج اقوله لحضرتك، الكروسات. الراجل على مدار الموسم رفع 43 عرضية، يعني اقل من الموسم اللي فات. 7 منهم صح بنسبة نجاح 16%. يعني الراجل عن الموسم اللي قبليه قل في عدد الكروسات وفي جودتها كمان. على الرغم من كل الارقام السلبيه اللي انا لسه قايلها لحضرتك، الا ان الموسم ده كان استثنائي الهيثم، من حيث انه كان ظهوره الاول مع نادي فيلاريال الاسباني في الليجا، وتحديدا في الجوله 22 يوم 18/2. المباراة دي كانت ايام مايوركا الاسباني على ملعب مايوركا، وانتهت بفوز فيلاريال 4-2. بس كابتننا هيثم شارك لمدة 23 دقيقة في مركزه اللي بيحبه الجناح الايمن، ودي كانت اول مرة يظهر في الليجا. فضل معاهم على دكة البدلاء لحد الجولة 32 اللي بتشهد برضه ظهور مميز ليه، بس المرة دي على ملعب فيلاريال الاسباني، وده كان قدام سيلتا فيجو. والراجل ظهر لمدة 27 دقيقة في مباراة كانت كويسة للغوصات الصفراء، وقدروا يفوزوا 3-1. ومن بعد الجولة دي لحد نهاية الموسم الراجل منزلش خالص مع فريق الرديف، وفضل مكمل مع الفريق الأول على دكة الاحتياطي. انتهى الموسم ده 2022 2023 ولسه إدارة فيلاريال حاسة إن الراجل محتاج ياخد خبرات عشان يقرروا إعارته مرة تانية، والمرة دي للدرجة التانية اللي هو بيحبها مع نادي سبورتنج خيخون الأسباني. وهنا يشارك معاهم في أعلى معدل ليه من ساعة ما بدأ كورة. الراجل شارك تحديدا في 42 مباراة بمعدل دقايق لعب 2670 دقيقة، يعني حوالي 30 مباراة كاملة. ساهم في 7 أهداف وهو الأعلى ليه برضه، فسجل هدفين وصنع 5 اسيستات. نخش بقى في الارقام والتفاصيل اللي حضرتك بتحبها، والموسم ده 30 ماتش فمحتاجين ناخد بالنا من كل رقم الراجل ده حققه على مدار الموسم. الراجل على مدار ال 30 مباراة الكاملة زي ما حسبناها شاط 41 شوطة اجمالا، منهم 12 على الجون.
يعني بنسبة شوط على المرمى 30%، وده برضو رقم مش أحسن حاجة. الراجل بقى على مستوى الصناعة صنع 32 فرصة منهم 4 محققين. نتكلم بقى على المراوغات اللي هو أصلا بيعشقها، الراجل أكمل 86 دريبل صحيح من أصل 169 بنسبة نجاح 50%، تطور رهيب في معدل مراوغات اللاعب ده. نتكلم برضو على التمريرات الطويلة زي باقي المواسم، ومحتاجين هنا نقف شوية. احنا كنا قلنا الموسم اللي فات ان الراجل عمل 17 تمريرة طويلة بنسبة 57%. بص بقى على الرقم الموسم ده، الراجل عمل 43 تمريرة طولية بنسبة نجاح 67%. بص، تطور في عدد التمريرات الطولية وتطور كمان في نسبة نجاحها. ده رقم مميز ومحتاج كابتن حسام يبني عليه، ان في اوقات منتخب مصر بيحتاج انه يلعب الطويله، الراجل ده يقدر يلعب لك طويله للمهاجم او ينقل حتى ملعب من ناحيه للتانيه. كمان الكروسات الراجل تطور فيها جدا في الموسم ده، فالراجل عمل ضعف الرقم بتاع الموسم اللي فات. الراجل عمل 107 كروس على مدار الموسم، اللي صح كانوا 18 كوره بنسبة نجاح 16%. يعني تطور في عدد الكروسات او العرضيات اللي بيعملها خلال المباراة، وكمان تطور في جودتها يعني الصحيح منها. عشان نلخص بقى المرحلة دي ونقول ان الراجل تطور وكان موسم ناجح ليه مع نادي سبورتنج خيخون، بس ناقصك التصويبات يا عم هيثم، الله يرضى عليك. ويرجع في نهاية موسم 2023 2024 لنادي فيلاريال الاسباني اللي كان طلعه اعارتين. المرة دي قرروا ان هم يبيعوه علشان يبقى قدامهم الاوفر بتاع نادي ريال اوفيدو الاسباني ب1.5 مليون يورو، وتتم البيعة في صيف 2024. يعني الراجل بقاله سنتين لحد اللحظة دي مع نادي ريال اوفيدو. على مدار السنتين، في السنة الأولانية الراجل كان سبب من الأسباب اللي خلت الفرقة دي تصعد للليجا، سنة في الدرجة التانية وسنة في الليجا. تعال بقى نفنط السنتين دول واحدة واحدة. الراجل في موسمه الأول في الدرجة التانية شارك في 44 مباراة بمعدل دقايق لعب 2584 دقيقة، يعني يعتبر 29 ماتش كامل. ساهم في كام بقى؟ في 7 بس. سجل 4 وصنع 3. خلي بالك ده أكتر موسم سجل فيه هيثم لحد اللحظة دي أهداف 4 بس. خد بالك الأرقام بتتكلم. نخش بقى على التفاصيل برضو بتاعت الشوطات والكرات الطولية والكروسات والدريبل، عشان دي محتاجين نتكلم فيها برضو في الموسم ده. الراجل على مدار 29 ماتش كامل بمعدل الدقايق اللي احنا قلناه شاط 42 تصويبة، منهم 24 بس على المرمى. بص كنسبة طبعا 57%، فتحويل الشوطات اللي بشوطها على المرمى كرقم كويس. بس انا مشكلتي معاه في عدد التصويبات عامة، الراجل ده ما بيجربش كتير على الجون اصلا. يعني انت لو خدت الرقم ده على مدار 90 دقيقة، فالراجل ده شايط كورة واحدة على المرمى خلال 90 دقيقة. رقم يا جماعة ضعيف جدا. يعني انا لو عندي وينج، يعني اكيد مفيش مقارنة بينه طبعا بين صلاح لان لسه بدري، بس انا لو عايز حد ايجابي على الجون اكيد مش هختار هيثم. ولو عايز حد ايجابي على الجون هختار زيزو وتريزيجيه لو هيلعبوا وينجات على هيثم، لان الراجل ما بيشوطش تقريبا على الجون. اما بقى على مستوى صناعة الفرص، فالراجل عمل 41 صناعة فرصة منهم 6 محققين. برضو الرقم ده قليل يا جماعة على 29 ماتش. من ناحية المراوغات بقى، الراجل أكمل 56 مراوغة صحيحة من أصل 108 مراوغة، يعني نسبة النجاح داخلة في 53%، وده رقم مقبول جدا وكويس. ودي زي ما قلنا دي أكبر ميزاته الواحد على واحد والدريبل بتاعه. أما بقى التمريرات الطويلة فهي شبيهة للموسم اللي قبله اللي كان مع سبورتنج خيخون. الراجل وقتها عمل 41 تمريرة طويلة بنسبة نجاح 67%. نخش بقى على الكروسات اللي كان توحش فيها جدا، فالراجل عمل وقتها 117 كروس على مدار السنة كلها، منهم 33 عرضية صحيحة بنسبة نجاح داخلة في 28%. يعني تطور في عدد العرضيات وكمان في جودتها، ودي واحدة تانية من ميزاته. وانتهى الموسم ده بصعود ريال اوفيدو الاسباني للليجا. انا عارفك ممكن تكون زهقت من التفاصيل والارقام وعارفها معقده وتقيله على قلبك زي ما كانت تقيله على قلبي وانا بدور، بس عايز اقول لك ان الكوره بقت مليانه تفاصيل، وان احنا بناخد اهم الارقام بنستعرضها معاك. في تفاصيل اكتر من كده بكتير. نخش بقى على الموسم الحالي ونتكلم على مساهماته مع ريال اوفيدو على مدار السنه كلها. الراجل شارك السنه دي في الليجا في 29 ماتش بين دوري وكاس، ومعدل دقائق اللعب 1677 دقيقة. زي ما اتعودت مننا بنترجم الماتشات بدقائق اللعب بتعتبر كام ماتش كتوتل،
فاحنا في الموسم ده بنتكلم في 18 مباراة كاملة، ما سجلش ولا هدف وصنع 3. تعالى بقى اكلمك على التصويبات والكرات العالية والكروسات والكلام اللي واضح ان انت هتحبه. الراجل على مدار الموسم كله شايط 30 تصويبة بس، منهم 7 بس من 30 على المرمى. رقم كارثة، رقم بجد بجد كوينج رقم كارثي. الحاجه الوحيده اللي خلينا نغفر للكلام ده ان نقول الراجل ده 24 سنه فلسه بيتطور، بس بصراحه كرقم وينج يعني بيلعب في الدوري الاسباني من اضعف الارقام اصلا اللي موجوده. يعني احنا عارفين مهام الوينج الاساسيه، الراجل اما بيحرز اهداف اما بيعمل اسيستات، ده اللي احنا فاهمينه. فالراجل ارقامه ضعيفه جدا في التصويب على المرمى فبيحرز اهداف، معدل صناعته للفرص مش عالي فبرضه الراجل ما يعملش اسيستات كتير. الراجل مهارته كلها او ليلته كلها في المهاره 1 على 1 وفي الترقيص وفي الكرات العاليه وفي الكروسات، انما كايجابيه على المرمى ضعيفه جدا. يعني تخيل في ال 18 ماتش دول لما حسبناهم على المعدل ده، الراجل يعني اكسبكتد جولز بتاعته جون ونص، جون ونص في 18 ماتش. صعب قوي يا جماعه الرقم ده. يعني لو خدناها على 90 دقيقه فالراجل ده السنه دي في الليجا معدل شوطه على المرمى خلال 90 دقيقه نص شوطه. رقم كارثه يا جماعه. كابتن حسام لازم ياخد باله من النقطه دي، واحنا كمان عشان ما نتعشمش قوي. اما بقى على مستوى صناعه الفرص، الراجل صنع 18 فرصه على مدار السنه، 2 منهم فرص محققه، يعني بمعدل فرصه واحده خلال 90 دقيقه. برضو رقم صعب قوي. اما بقى من ناحيه المراوغات فالراجل اكمل 51 دريبل صح من اصل 95 مراوغه كان عايز يعملها، بنسبه نجاح كام بقى؟ 54%. وهي دي ميزته، الراجل بيديك 3 أو 4 مراوغات صحيحه في الماتش، وده في بعض الاحيان انت هتحتاج وينج يبقى عنده سنه المهاره. اما بقى على التمريرات الطويله، خلي بالك احنا بنتكلم في الليجا هنقارنها بالسنه اللي فاتت في الدرجة الثانية مع برضه ريال اوفيدو. الراجل عامل 38 تمريرة طويلة بنسبة نجاح 70%، وده رقم طبعا جيد جدا. اما بقى على مستوى الكروسات فالراجل مستمر في اللي بيقدمه، فعمل السنة دي في الليجا 91 كروس، منهم 23 صح بنسبة نجاح 25%. تعبت من الارقام؟ تعال بقى الخص لك كل الفيلم اللي احنا بقالنا ساعة بنتكلم فيه ده. الراجل كويس في الدريبل 1 على 1 ومهارته كويسه تسمح له انه يعمل لك 3 مراوغات في الماتش، ادي اول ميزه. تاني ميزه، لو انت عايز تفك الضغط والتكتلات الراجل بيلعب تمريرات طويله كويسه. تالت ميزه الكروسات، الراجل بيعمل كروس صحيح او كروسين اتنين صحاح على مدار 90 دقيقه، وده في بعض الاحيان هيبقى مطلوب. دي ميزات. تاخد بقى العيوب يا صاحبي. 1، الراجل ده غير ايجابي على المرمى تماما. الراجل ده احرازه للاهداف قليل جدا، معدل تصويباته على المرمى او معدل تصويباته عامه قليل جدا، ومعدل تصويباته على المرمى قليل جدا. الراجل ده في صناعه الفرص ارقامه ضعيفه جدا. الراجل ده ما يعملش اي واجب دفاعي، يعني حضرتك في بعض الاحيان تطلبت يخرب بيت دي كلمه، حاولت ان انت تخليه يرجع مع الباك مثلا هو محمد هاني، انه يرجع يغطي معاه، احتماليه ان هيثم يعمل ده قليل، واحتماليه انه يعمل ده اصلا صح هيبقى قليل برضه. بص صلاح ما بيرجعش يدافع، انا عارف، وده هتتكلم فيه ونتناقش فيه في الكومنتات عادي، بس انا صلاح بيديني الحته الهجوميه عاليه قوي 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 قوي، هيثم ما بيديهاش اصلا الحته الهجوميه، يعني لا فرص ولا اهداف. فايه المبرر ان انت ما بترجعش تغطي مع الباك، او ضعف او انت ضعيف في ان انت تعمل ارتداد دفاعي؟ كمان على مستوى الكرات الهوائيه والصراعات الثنائيه اللي في الجو دي، الراجل قليل فيها وضعيف قوي جدا جدا فيها، وطوله 175، فده مش مخليه ياخد اي كرات عاليه، خصوصا لو الباك اللي بيلعب عليه طويل. فاحتماليه ان انت لو عايز حارس المرمى بتاعك شوبير او الشناوي انه يطلع على هيثم مثلا كره عاليه عشان نفك الضغط او نضرب الخط الاولاني بتاع الفرقه اللي بتهاجمنا، ففاكر مثلا ناخد الكره براسه ونطلع، مفيش. على فكره مثلا في الاهلي تريزيجيه وبن شرقي بيعملوها، زيزو ما بيعملهاش مثلا. منتظر منه ايه بقى في السطر على بعضه، وكابتن حسام حسن يبقى منتظر منه ايه؟ ان الراجل ده مهاريا هتحتاج يبقى وينجك في بعض الاحيان 1 على 1 كويس ويشد الفرقه لقدام بمهارته، وده بيترجم بقى في الملعب ان الراجل ده مستحيل يكون اساسي منتخب مصر كوينج حتى بعد اعتزال صلاح. بالارقام دي اللي احنا استعرضناها مع بعض صعب جدا يبقى اساسي كوينج في منتخب مصر بمساهماته الضعيفه دي في الهجوم. بس احتياجك ليه 20 25 دقيقه في الماتشات اللي محتاج تشد الفرقه لقدام ب1 على 1 ومهارات هيقدمها لك. لو حبيت تستغل انه كويس شويه في الكروسات مثلا لحسام عبد المجيد، لياسر ابراهيم، لرامي ربيعه، لمحمد عبد المنعم في الكورنرات، الراجل ممكن يعمل لك ده كويس قوي. لو جالك فاول من الطرف الراجل ده انه يشوطه على الجون كويس، ده احتمال ممكن يوصل ل 0%، ان هم يرفعوا كويس على راس حد
احتمال موجود وكويس. ممكن اقول لك كده في السريع مشاركاته الدوليه مع منتخب فرنسا، وان هي كانت فئات عمريه صغيره، وارقامه الضعيفه على مستوى المساهمات الهجوميه بتبرر فعلا هو ليه ما استدعيش تاني لمنتخب فرنسا. كان بيلعب على الحته دي. فاللي انا قلته في اول حلقه ممكن نقص منه حته ونقول ان الراجل ده كان عنده اختيار بين منتخب مصر ومنتخب تونس بس، انه يلعب لواحد من المنتخبين دول. ان منتخب فرنسا اعتقادي لو قعد حتى 20 سنه ما كانش هينضم للمنتخب فرنسا في الفئات العمريه الكبيره او في الفيرست تيم. فسريعا كده الراجل شارك مع منتخب فرنسا تحت ال 17 سنه، وتحديدا في كاس العالم اللي كان في 2019، وكمان شارك في الماتشات الوديه اللي كانت قبلها. احرز هدفين بس وصنع هدف يتيم. كمان كان موجود في منتخب فرنسا تحت ال 18 سنه، وشارك في 4 مباريات بس وصنع هدف يتيم. تم استدعائه في منتخب فرنسا تحت ال 20 سنه مرة واحدة بس في 2021، وكانت أمام ألمانيا، وما لعبش المباراة نفسها. تم استدعائه للقائمة بس ما شاركش في المباراة نفسها. ومن بعدها فرنسا ما كلمتوش خالص. فتاني الراجل اختار منتخب مصر، اختار كان بين منتخب مصر ومنتخب تونس، دي الاوبشنين اللي كانوا عنده. المنتخب فرنسا ما كانش هيكلمه اصلا تاني. ارقامه الهجوميه ضعيفه جدا، مساهماته وصناعه الاهداف بتاعته ضعيفه جدا. ميزته واساسه الواحد على واحد والدريبل بتاعه الكويس والكروسات لو احتاجته فيها، انما ما تنتظرش منه يجيب لك اهداف زي المعدل بتاع تريزيجيه مثلا، او طبعا معدل صلاح اللي هو اصلا في حته تانية. يعني انت ابو حميد ما كنتش عايزه ينضم للمنتخب؟ اكيد كنت عايزه ينضم للمنتخب. اي لاعب بيلعب في احتكاكات اوروبيه بره مفيد، ويبقى ليه لازمه انه يكون موجود في المنتخب. المهم كابتن حسام حسن امتى يستخدمه والتوقيت الصح. تاني هنتفرج على طرقستين 3 حلوين على مدار الماتش، بس ما تطلبش منه حاجه هو مش هيقدمها. ما تطلبش منه يلعب 90 دقيقه كامله وتبقى بتطالب من الوينج ده انه يرجع يدافع محمد هاني. الجبهه دي هتبقى مستباحه. ما تطلبش منه على مدار 90 دقيقه انه يجيب لك جون واثنين وثلاثه ويصنع لك هدف واثنين وثلاثه، ده صعب جدا. انما تطلب منه ان انت تبقى مزنوق خلال 20 دقيقه. الراجل بسلاسه كده طرقستين 3 ياخد لك فاول في مكان مهم، يعدي ويرفع كروس يخش جون. دي المتطلبات اللي يقدر يقدمها لك. اكتر من كده ما تطلبش منه. احتاجك الفني له او احتاجك الفني ليه يعني يكون خلال 10 20 25 دقيقه بتوع اخر الماتش، انما 90 دقيقه كامله صعب جدا. بس كده يا صديقي، تعبت والله. كانت حلقه طويله جدا، انا لسه ما عملتش مونتاج، ما اعرفش هي هتبقى طويله قد ايه طبعا، بس فيها تفاصيل كتير وارقام كتير جدا، وانا بصدع بالارقام بس بحبها، واتمنى انت برضه تكون بتحبها. كومنتاتك مهمه عشان نتناقش. شايف مستواه عامل ازاي؟ شايف مستقبله مع المنتخب هيبقى عامل ازاي؟ اللقطات اللي شفتها له بتقول ايه؟ والارقام اللي انا قلتها لك بتقول ايه؟ وهل هم مكملين لبعض ولا هم عكس بعض؟ ولايك وسبسكرايب لو بجد عجبتك الحلقه، وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد.